السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في منوعات سميرة أم يونس. اليوم إن شاء الله بإذن الله فيديو جديد، نهار جديد. إن شاء الله بإذن الله غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد ميني كيك بزوج بيضات، كيخرج كمية كبيرة تبارك الله، كيخرج كمية وفيرة، مقادير جد بسيطة، مع واحد السر بسيط اللي غادي تضيفوه ليها البنات. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، راه كاين فيه هذاك السر كيخرجها محمره البنات، تخرج هاد الكيكه في شي شكل البنات، وكتخرج هشه بزاف رطبه. وكما سبقت وقلت لكم البنات مقادير جد بسيطه، وغير بزوج بيضات. واللي اول مره كيشوف منوعات سميره ام يونس يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل الجرس باش يتوصل بجديد الوصفات. والاخوان والاخوات اللي كيتفرجوا في لا فيديو ما ينسونيش من اللايكات والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، ونخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا المقادير. هنا عندي قبصه من الملح، دائما قبصه من الملح البنات لتصحيح الذوق. غادي نضيفوا جوج بيضات بحراره المطبخ على بركه الله. بسم الله. وغادي نضيف كأس ديال سكر حبيبات. نستعملوا غير الخلاط اليدوي، بغيتو تستعملوا الخلاط الكهربائي استعملوا، ماشي مشكل. صافي حبيباتي، بعد ما طربت الخليط ديالي تذاب لي السكر، غادي نضيف الدقيق عفوا الزيت شويه بشويه. غادي نضيف كاس ديال الحليب. هنا عندي مشروب ديال لافوكا، ممكن نديرو غير الحليب بوحدو. هنا غادي نضيف زوج شاصيات من الفانيليا. الا درتو ياغورت بنكهه الفانيليا البنات، بلا ما تضيفوا هاد الساشي ديال الفانيليا. نخلطوا الخليط ديالنا. صافي حبيباتي، دابا في هذه الاثناء غادي نضيفوا الدقيق. وعندي هنا زوج ساشيات من خميره الحلويات. بالنسبه للدقيق البنات راه ديجا غربلته، ضروري البنات ما نغربلوا الدقيق. هنا عندي الكأس الاول، وعندي الكأس الثاني. هنا البنات كيبان لي بلي الخليط باقي مازال خصو الدقيق. غادي نضيف واحد نصف كأس ديال الدقيق وزوج ساشيات من خميره الحلويات. بالنسبه للخميره البنات هي ضروري ما نغربلوها. نضيف نصف كأس ديال الدقيق ونخلط الخليط ديالي. هنا قبل ما نخلط الخليط مزيان غنضيف ملعقه ديال العسل. كيعطي واحد القوام زوين البنات العسل. صافي حبيباتي، هذا هو القوام ديالي. هنا حبيباتي غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل. صدقوني البنات هذه ميني كيك كتجي زوينه بزاف، رائعه، وتبارك الله راه كتخرج كميه كبيره تنفعنا لقوتيت الوليدات والمدرسه ولا الضياف الغفله ولا العائله كامله. صافي البنات، هنا عندي هاد الليمون، عندي هاد الليمون الاوفال، عندي هاد الليمون المربعين، عندي ليمون المدورين. صافي غادي نشكل، غادي نعمر هاد هانتوما البنات الخليط ديالنا كيفاش تيكون. صافي ندوز نعمر معكم هاد الليمون كاملين.
بسم الله. بالنسبه للعماره البنات كنخليوه فين يطلع لينا الكيك ديالنا. بعد ما عمرت البنات جوج رباس، المهم عندي هنا 10 14 16 18 20 ومازال عندي الخليط غادي يعمر ليا تقريبا زوج او ثلاثه، يعني تقريبا غادي يخرج لينا 18 حبه من ميني كيك. هانتوما البنات دابا غادي ندخل اللاطه ديالي طيب او الميني كيك ديالنا يطيب على فران يكون سخون، ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما يطيب لينا ميني كيك ديالنا. بعد ما وجدت لينا لي ميني كيك ديالنا البنات، ها هما الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي رائع بزاف، كتجي زوينه البنات. والله البنات غير صدقوني وجربوه، كيجي رائع بزاف. شوفوا البنات كيفاش كيجي اكثر من رائع، كيجي بلاطو مشكل بهذه الطريقه، كيجي زوين بزاف. غير جربوا الطريقه اللي عطيتكم، راه كتخرج كميه كبيره. وبالنسبه للتزيين البنات راه كتزينوا بالطريقه اللي بغيتو. هنا البنات كما كتشوفوا زينت بالكونفيتير والكوك، هنا زينت البنات بالكونفيتير وكاوكاو مطحون. وكاين بالنسبه للاخوات اللي بغاو يخلوهم هكا، يعني ما بلا تزيين بلا والو، باش يحتفظوا بهم في المجمد، راه ممكن البنات يخليهم غير هكاك. صافي البنات كدردري لهم هكا شويه ديال الكوكا والكاوكاو. هنايا زينت هادو بالكاوكاو. صدقوني البنات كيجيو رائعين، كيجيو زوينين، كيجيو اكثر من رائعين. ممكن تشكلي البلاطو ديالك بالطريقه اللي بغيتي وتحطيه بالطريقه اللي بغيتي لضيافك. انتما حبيباتي حتى حاجه ما صعيبه، الحمد لله كلشي متوفر. ما كايناش نهزو الهم ونقولوا ما قادينش نديرو هادو ولا ما قادينش، بالعكس تقدري ديري اي حاجه غير في البيت ديالك. هاو اختي البلاطو ديالنا، غير هنا شاط ليا شويه ديال العجين وزدت شويه ديال الكاكاو وعمرت به هاد مادلينات باش يجيني هكا بلاطو مشكل. هانتوما حبيباتي كيجي زوين وكيجي رائع بزاف. ممكن البنات هادو دابا غادي تستفيهم في شي بواطه تكون محكمات الاغلاق وتحتفظي بهم في المجمد. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يعطيهم لوليداتهم الكوتي، انا غادي نعطيهم لوليداتي الكوتي ان شاء الله. غادي نستفهم واحد البواطه ونديرهم في الكونجيلاتور، وقت ما بغيت نعطيهم شي حاجه نهز ليهم وحيده ولا جوج ونديرها لهم في البواطه ديالهم اولا نسبوك ديالهم. يلا حبيباتي ما تنسونيش من لايك والبارطاج مع العائله والاصدقاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو جديد ان شاء الله.